السلام عليكم أصدقائي المتابعين، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم شوت سبور. اليوم سنستعرض معكم جدول مباريات يوم الخميس 23 يناير 2025، مرورا بالدوري الأوروبي، البطولة المغربية الاحترافية إنوي والمزيد. تابعوا هذا الفيديو الأخير لمعرفة المزيد من التفاصيل. والبداية مع مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي. في المباراة الأولى يستضيف نادي بورتو البرتغالي نادي أولمبياكوس اليوناني على أرضية ملعب دراغاو على الساعة 5:45 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي 4. في المباراة الأولى يستقبل نادي فنربahçe التركي نادي ليون الفرنسي على أرضية ملعب فنربahçe على الساعة 5:45 بتوقيت غرينتش. في المباراة الثالثة يستضيف نادي إيزي الكمار الهولندي نادي روما الإيطالي على أرضية ملعب ستاد فاس على الساعة 5:45 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي 2 بالتعليق محمد بركات. في المباراة الموالية يستقبل نادي مالمو السويدي نادي تفينتي أنشخيلا الهولندي على أرضية ملعب سويد بانك ستاديوم على الساعة 5:45 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي 5. في المباراة الموالية يستضيف نادي كاراباغ أغدام الأذربيجاني نادي ستيوا بوخارست الروماني على أرضية ملعب توفيق باغراموف على الساعة 5:45 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة ستان سبورت. في المباراة التالية يستقبل نادي فيكتوريا بيلزن التشيكي نادي أندرلخت البلجيكي على أرضية ملعب دوسون أرينا على الساعة 5:45 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي 2. في المباراة الموالية يستضيف نادي هوفنهايم الألماني نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على أرضية ملعب راين نيكار أرينا على الساعة 5:45 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي 1 بتعليق علي محمد علي. في المباراة التالية يستضيف نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني نادي فرانكفاروزي المجري على أرضية ملعب دوتش بانك بارك على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة ستان سبورت. في المباراة التالية يستضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نادي غلاسكو رينجرز الاسكتلندي على أرضية ملعب أولد ترافورد على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي 1 بتعليق أحمد البلوشي. في المباراة التالية يستقبل نادي لاتسيو الإيطالي نادي ريال سوسيداد الإسباني على أرضية ملعب الأولمبيكو على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة سكاي سبور كالسيو 1. في المباراة الموالية يستضيف نادي باوك سالونيكا اليوناني نادي سلافيا براغ تشيكي على أرضية ملعب تومبا ستاديوم على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي 7. في المباراة التالية يستقبل نادي سان جيلواز البلجيكي نادي سبورتينغ براغا البرتغالي على أرضية الملعب الملك بوموع على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي 6. في المباراة التالية يستقبل نادي لودوغوريتس رازغراد البلغاري نادي ميتياند الدنماركي على أرضية ملعب لودوغوريتس أرينا على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة ستان سبورت. في المباراة التالية يستضيف نادي إلفسبورغ السويدي نادي نيس الفرنسي على أرضية ملعب بوراس أرينا على الساعة 8 بتوقيت غرينتش.
تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 4. في المباراة الأخيرة يستقبل نادي ريغاس فوتبولا سكولا اللطفي نادي أياكس أمستردام الهولندي على أرضية ملعب دواجافا ستاديوم على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 5. ننتقل الآن إلى دوري البطولة المغربية الاحترافية إنوي مع الأسبوع السابع عشر. في المباراة الأولى يستقبل النادي المكناسي نادي الجيش الملكي على أرضية الملعب الشرفي بمكناس على الساعة 3 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة الرياضية. في المباراة الثانية يستضيف نادي الرجاء الرياضي نادي اتحاد طنجة على أرضية ملعب العربي الزروالي بالدار البيضاء على الساعة 5 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة الرياضية. في المباراة الأخيرة يستقبل نادي نهضة بركان نادي أولمبيك أسفي على أرضية الملعب البلدي لبركان على الساعة 7 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة الرياضية. لننتقل الآن إلى الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز. في المباراة الأولى يستقبل نادي بتروجيت نادي المصري البورسعيدي على أرضية ملعب استاد السويس الجديد على الساعة 2 زوالا بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية يستقبل نادي مودرن سبورت نادي الزمالك على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي على الساعة 5 بتوقيت غرينتش. ننتقل الآن إلى الأسبوع الثالث عشر من الدوري نجوم قطر. في المباراة الأولى يستضيف نادي السد نادي قطر على أرضية ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد على الساعة 1:30 زوالا بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية والأخيرة يستقبل نادي الريان نادي الدحيل على أرضية ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي على الساعة 3:45 بتوقيت غرينتش. ننتقل الآن إلى الأسبوع الثالث عشر من دوري أدنوك للمحترفين. في المباراة الأولى يستقبل نادي العروبة نادي دبا الحسن على أرضية ملعب نادي العروبة على الساعة 1:05 بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية والأخيرة يستضيف نادي الوحدة نادي البطائح على أرضية ملعب استاد النهيان بنادي الوحدة على الساعة 4 بتوقيت غرينتش. ننتقل الآن إلى الأسبوع السادس عشر من دوري نجوم العراق. في المباراة الأولى يستضيف نادي ديالي نادي الزوراء على أرضية ملعب الكوت على الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية يستضيف نادي الكرمة نادي الكرة على أرضية ملعب الرمادي على الساعة 2 زوالا بتوقيت غرينتش. في المباراة الأخيرة يستضيف نادي أربيل نادي كربلاء على أرضية ملعب فرانسو حريري على الساعة 4:30 بتوقيت غرينتش. كان هذا كل ما لدينا في فيديو اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم جديد قناتنا.